عمرك صدقت فكرة ودمرت يومك بالكامل؟ فكرة واحدة بس تقولك انت مش كفاية، انت هتفشل، الناس أحسن منك، وتقوم مصدقها كأنها حقيقة مطلقة. بس الحقيقة الصادمة، مش كل فكرة في دماغك هي انت. مخك شغال طول الوقت، بيولد أفكار، بيحلل، بيخاف، بيحذر. لكن ده مش معناه إن كل اللي بيقوله صح. تخيل إنك قاعد في أوضة وفي راديو شغال جنبك. الراديو بيطلع أخبار، تعليقات، تحذيرات. أحيانا يقولك الجو خطر، وأحيانا يقولك مفيش أمل. هل معنى إن الراديو قال كده إن ده واقعك؟ لأ. دماغك أحيانا بيشتغل بنفس الطريقة، بيكرر أنماط قديمة، بيستدعي تجارب مؤلمة، بيبالغ في التوقعات السلبية عشان يحميك. لكن المشكلة إننا اتعلمنا نندمج مع الفكرة. أول ما تيجي الفكرة نقول أنا فاشل، مش جالي شعور بالفشل. فرق ضخم بين الجملتين. لما تقول أنا فاشل، أنت بقيت الفكرة نفسها. لكن لما تقول جالي إحساس بالفشل، أنت فصلت بينك وبين الفكرة. وهنا يبدأ التحرر. في الكتاب بيتكلموا عن نقطة مهمة جدا، إنك تقدر تلاحظ الفكرة من غير ما تصدقها. يعني لما يجي صوت يقولك أنت مش هتنجح، بدل ما تدخل في دوامة جلد ذات، قول ببساطة دي رسالة من دماغي، مش حقيقة مطلقة. المخ ساعات بيشتغل بوضع الطوارئ. أي خطر صغير يكبره، أي غلطة بسيطة يحولها لكارثة. مش لأنه بيكرهك. في صوتين جواك، صوت بيقولك غلط، صحح، وصوت تاني بيقول انت دايما غلط ومش هتتغير. الأول اسمه ضمير، التاني اسمه جلاد. الضمير هادي، واضح، محدد، يقولك اتأخرت، حاول تنظم وقتك. لكن الجلاد يقول انت مهمل، عمرك ما هتنجح. الضمير بيقودك للأمام، الجلاد بيكسرك من الداخل. المشكلة إننا خلطنا بينهم، فاكرين إن القسوة على النفس قوة، وإن جلد الذات دليل وعي. لكن الحقيقة